إن إحنا هننقل اليهود الموجودين في ألمانيا لفلسطين بفلوسهم، بس بشرط هياخدوا فلوسهم بضائع ألمانية وآلات وماكينات زراعية يقوموا ببيعها أو استخدامها في الكيان الصهيوني. أهلا بكم، أنا حسام جلال ومرحبا بكم في إنحاز فكرة. في الحلقتين اللي فاتوا طرحنا سؤال وحاولنا نجاوب عليه بشكل مختلف. السؤال يتطرق إلى سر الدعم الألماني اللامحدود لإسرائيل والعلاقة ما بين إسرائيل وألمانيا أو ما بين الصهيونية وتاريخ ألمانيا النازي. وكنا دايما بنتلقى إجابة إن سبب الدعم الألماني لإسرائيل هو عقدة الذنب الألمانية اتجاه اليهود بما إنهم قاموا بالمحرقة أو الهولوكوست اتجاههم. ولكن دي كانت إجابة غير منطقية وغير مستساغة، لأن حجم الدعم الألماني بيخلينا نفكر إزاي دولة حاسة بالذنب اتجاه اليهود تدعمهم في عمل محرقة أو إبادة جماعية في حق شعب آخر. علشان كده حاولنا نجاوب ونقدم سردية أخرى معتمدة على رأي المفكر اليهودي جورج شتاينر الناجي هو وعائلته من الهولوكوست، واللي قالوا في روايته نقل هتلر إلى سان كريستوبال، واللي قال فيه على لسان هتلر إن هتلر لما كان بيدافع عن نفسه بيقول أنا اتعلمت العنصرية من العهد القديم. فكرة الجنس المتفوق أو الجنس الآري المتفوق اتعلمتها من فكرة شعب الله المختار في العهد القديم، والهمجية والعنصرية اتعلمتها من بطولات يوشع ابن نون في العهد القديم أيضا. وبيقول جورج شتاينر ما معناه إن النازية والصهيونية أخوات، والنازية ما هي إلا محاكاة علمانية للصهيونية، وإن دولة ألمانيا أو الدولة الألمانية الحديثة وإسرائيل هما يتشابهان في البنية والأفكار والتأسيس. واتكلمنا في الجزء الثاني عن إن الأفكار النازية والصهيونية نابعين من نفس البيئة الجغرافية اللي هي ألمانيا والنمسا، وإن مارتن لوثر مؤسس المذهب البروتستانتي هو يعتبر أساس انتشار هذه الأفكار في أوروبا بعد ما أسس مذهبه وانشق عن الكنيسة الكاثوليكية وأعاد لليهود مكانتهم في أوساط أوروبا بعد ما كانوا منبوذين. واتكلمنا أيضا عن الإبادة الجماعية اللي قامت بيها ألمانيا في ناميبيا قبل ظهور النازية أو قبل ما يتولى الحكم الرايخ الثالث، معتمدة على هذه الأفكار. وده يتشابه مع إسرائيل اللي قامت بأول إبادة جماعية في القرن ال21 في غزة، معتمدة أيضا على نفس هذه الأفكار. وهنتكلم في الجزء الثالث عن تاريخ الدعم المشترك ما بين ألمانيا وإسرائيل، وتاريخ النازية والصهيونية والتعاون ما بينهم اللي بيحاولوا يصوروه إن هو ما هو إلا إحساس بالذنب من ألمانيا اتجاه إسرائيل. فيلا بينا. في ألمانيا عام 1933 هتلر والحزب النازي أو الرايخ الثالث وصلوا إلى سدة الحكم، وابتدى يتبنى هتلر سياسات مناهضة وفي قمة العدائية لليهود، لأنه كان شايف أنهم سبب من أسباب هزيمة ألمانيا في الحرب العالمية الثانية. وابتدى يتم حملة مقاطعة كبيرة في ألمانيا لكل الشركات والمصالح اليهودية في ألمانيا. على الجانب الآخر ابتدى اليهود في باقي أوروبا وأمريكا يتبنوا أيضا سياسة لمقاطعة المنتجات الألمانية بكثرة، واللي اعتبر تهديد للاقتصاد الألماني. في نفس الوقت في فلسطين الهجرات اليهودية من نهاية القرن ال19 لسه الأعداد قليلة، هم عايزين أعداد أكبر عشان يغيروا التركيبة الديموغرافية لفلسطين، وعايزين كمان كثير من الأموال لإقامة الكيان الصهيوني ودعم اقتصاده. يبقى كده في الوقت ده هتلر بقى مش عايز اليهود في ألمانيا، في نفس الوقت الصهاينة مش عايزين اليهود في ألمانيا وعايزين يودوهم فلسطين. يبقى هتلر والحركة الصهيونية اتفقوا أو توافقت مصالحهم في ضرورة نقل اليهود من ألمانيا إلى فلسطين. بس ده هيتم إزاي؟ بمجرد وصول هتلر للحكم وبعد شهرين
أرسل أحد أهم ضباط أجهزته الأمنية وهو جهاز الاس اس إلى فلسطين، ضابط يدعى ليوبولد فون ميلدنشتاين. ميلدنشتاين راح فلسطين مع صديقه المحامي اليهودي الألماني كورت توكلر. ولما نقول صديقه اليهودي الألماني ما تستغربش، لأن الصهاينة اللي كانوا عايزين اليهود يروحوا لفلسطين دول أصدقاء الألمان. أما اليهود اللي مش عايزين يمشوا من ألمانيا أو عايزين يقعدوا فيها ومش عايزين يروحوا فلسطين، دول أعداء الألمان ومصيرهم بعد كده هيبقى الهولوكوست. فميلدنشتاين مع صديقه الصهيوني اليهودي كورت توكلر راحوا في زيارة لفلسطين لمدة 6 شهور مع زوجاتهم. زيارة تقدر تقول عنها إنها زيارة رفع واقع وتوطيد وترسيخ العلاقات. الزيارة دي تم الاحتفاء بها في إسرائيل حفاوة بالغة لدرجة إنهم صكوا عملات معدنية احتفالا بالزيارة بتاعة ميلدنشتاين. عملات معدنية في وجه منها الصليب المعقوف النازي، وفي الوجه الآخر نجمة داوود. وميلدنشتاين في أثناء زيارته زار المكتبة الوطنية لإسرائيل، وده برضو شيء غريب لأن هو مع زيارته مضى في سجل الزوار ومتسجل امضته في إسرائيل في المتحف أو في المكتبة الوطنية لحد دلوقتي. ولكن اللافت للنظر إنهم كانوا عندهم مكتبة وطنية أسسوها في القدس سنة 1933، يعني قبل 15 سنة من إعلان تأسيس الكيان الصهيوني. وده شيء ملفت للنظر، خصوصا لما نلاقي ان المكتبة دي تم تأسيسها 1892، يعني حتى قبل المؤتمر الصهيوني الأول اللي قام بيه هرتزل. المهم ميلدنشتاين بعد ما خلص ال6 شهور الزيارة رجع لألمانيا وكتب سلسلة من المقالات في الصحف الألمانية عن زيارته لفلسطين. في صحف نازية بيتولاها جوبلز وزير الدعاية المعروف بتاع هتلر. وبكده هتلر بقى عنده صورة كاملة عن الوطن القومي اللي عايزين يأسسوه الصهاينة لليهود في فلسطين، وعنده صورة كاملة واضحة عما يحدث. وهنا اتفق الصهاينة والنازيين أو الوكالة اليهودية وألمانيا النازية على التعاون، وعملوا اتفاقية عرفت باسم اتفاقية هعفراء أو اتفاقية النقل. اتفاقية هعفراء هي اتفاقية مهمة جدا في تاريخ ألمانيا وإسرائيل أو الصهيونية والنازية. ملخصها إن احنا هننقل اليهود الموجودين في ألمانيا لفلسطين بفلوسهم، بس بشرط هياخدوا فلوسهم بضائع ألمانية وآلات وماكينات زراعية يقوموا بيها ببيعها أو استخدامها في الكيان الصهيوني. وفي نفس الوقت اليهود يوقفوا مقاطعتهم للبضائع الألمانية في أوروبا وأمريكا. ده ملخص اتفاقية هعفراء. اتفاقية هعفراء أفادت الاقتصاد الألماني إفادة كبيرة جدا، لأنها ضخت فيه ملايين الماركات الألمانية في صورة البضائع اللي اشتراها اليهود وهم رايحين لفلسطين. وأنهت أو كانت بداية إنهاء قصة المسألة اليهودية والصداع اللي عاملاه في الذهن الألماني. لكنها أفادت الكيان الصهيوني إفادة أكبر بكتير، لأن 60% من الأموال اللي ذهبت إلى الكيان الصهيوني وساعدت في بناء اقتصاده خلال حقبة الثلاثينيات جات من ألمانيا النازية. بالإضافة أن أرسلت أكثر من 60,000 من اليهود الألمان إلى فلسطين، واللي ساعدوا في تغيير التركيبة الديموغرافية والسكانية في فلسطين لصالح طبعا الكيان الصهيوني. وعلشان تعرف حجم الكارثة اللي عملتها اتفاقية هعفراء وإزاي ساعدت الكيان الصهيوني في قيامه وتأسيسه، لك أن تعلم أن عدد اليهود سنة 1931 نتيجة الهجرات من القرن ال19 لحد سنة 31 كانوا حوالي 174 ألف يهودي. العدد ده اتضاعف 5 مرات بحلول سنة 1936، لأن عدد اليهود تقريبا كان وصل ل 384 ألف يهودي سنة 36 بفضل
هجرات اليهود الألمان واتفاقية عفراء، لأن الاتفاقية دي كمان تم تعميمها على يهود شرق أوروبا، فتم تعميمها على يهود المجر وبولندا وتشيكوسلوفاكيا، فوفرت كمية من الهجرات اليهودية الكبيرة اللي زودت أعداد اليهود بشكل كبير في فلسطين. اتفاقية عفراء لنقل الأموال والأفراد من ألمانيا لفلسطين استمرت حوالي 6 سنين لحد سنة 1939، يعني لحد بداية الحرب العالمية الثانية. وكان ليها أشكال كتير، يعني مثلا من ضمن أشكالها إن المستوطنين اليهود في فلسطين أسسوا شركة لزراعة الحمضيات اسمها هانوتيا. شركة هانوتيا دي راحت اتفقت مع وزارة الاقتصاد الألمانية على إن الحسابات البنكية المجمدة لليهود الألمان يتم فتحها، والأموال اللي فيها يشتروا اليهود بيها آلات زراعية محتاجاها شركة هانوتيا لزيادة المساحة الزراعية في فلسطين أو في الكيان الصهيوني. واليهودي الألماني وهو بيهاجر لفلسطين تتبعت معاه الآلات الزراعية دي، وأول ما يجي شركة هانوتيع تديله مزرعة وبيت مقابل قيمة الفلوس اللي هي الآلات الزراعية اللي هتاخدها شركة هانوتيع علشان تدعم الاقتصاد الزراعي الصهيوني وتكبر المساحة المزروعة وتصدر حمضيات بعد كده لألمانيا. يعني اقتصاد كامل بيتم تأسيسه بدعم ألماني. طبعا كل ما الواحد يتعمق في العلاقة ما بين إسرائيل وألمانيا والغرب بشكل عام يقول كان الله في عون أهل فلسطين. دي مش قصة شوية يهود بيهاجروا ولا دولة بتأسس لهم كيان، دي مؤامرة عالمية، في اللي بيساند وفي اللي بيتآمر وفي اللي بيدعم وفي اللي بيساعد بأشكال مالية وأفراد، كل أنواع المساعدة. وفي الآخر بيتم التضليل بشكل إن العلاقة ما بين ألمانيا وإسرائيل هي عبارة عن عقدة ذنب ومحرقة أو هولوكوست، رغم إن الموضوع أكبر من كده بكتير. وتعالوا يلا بينا ننتقل إلى فصل آخر من فصول التعاون ما بين ألمانيا وإسرائيل. بعد اتفاقية عفراء الحجم التعاون ما بين الصهاينة والنازيين ابتدى يوصل لدرجات غير مسبوقة، لدرجة إن الإبادة اللي كان بيتعرض ليها اليهود أثناء الحرب العالمية الثانية في ألمانيا وباقي شرق أوروبا كانت بتتم بالتنسيق ما بين النازي وما بين الحركة الصهيونية، لأن الحركة الصهيونية ما كانش عندها أي مشكلة في إبادة اليهودي المعارض للأفكار الصهيونية أو اليهودي الرافض للهجرة إلى فلسطين، بل إن الحركة الصهيونية أو الوكالة اليهودية اللي بقت إسرائيل بعد كده كانت شايفة إن الهولوكوست هو بيسرع هجرة اليهود إلى فلسطين، وده بيسرع إقامة الكيان الصهيوني. وده قاله الزعيم الصهيوني التشيكوسلوفاكي إيغون ريلدخ في كتابه مذكرات صهيوني. ريلدخ قال في المذكرات دي إن القيادات الصهيونية كانت بتنسق مع النازي وكانت بتتفق معاه على إرسال عشرات الآلاف من اليهود إلى المعسكرات الاعتقال أو المعسكرات الإبادة مقابل اتفاق على إرسال عشرات أو مئات من اليهود ذوي رؤوس الأموال إلى فلسطين. ده برضو اللي عمله رودولف كاسنر الزعيم الصهيوني المجري، أقنع مئات الآلاف من يهود المجر بالانتقال لمعسكرات الاعتقال الألمانية مقابل وعد من أدولف إخمان اللي هو رئيس الجستابو أو البوليس السري الألماني بتهجير 1700 يهودي إلى فلسطين من أفضل المواد البيولوجية طبقا لتعبير إخمان. يعني يقصد إن هيهجر 1700 شاب يهودي صحته كويسة عشان يروح يبيد العرب في فلسطين. أما اليهودي اللي صحته على قده فده إيه مصيره معسكرات الاعتقال والمحرقة. متخيل كم الخسة والندالة اللي بيعملها رودولف كاسنر في بني جلدته وأهل بلده في المجر؟ المهم إن كاسنر بعد كده هاجر لفلسطين، وبعد ما تم تأسيس الكيان الصهيوني اترشح للكنيسة الإسرائيلي.
بعد كده إسرائيل حبت تغسل إيديها من رودولف كاسنر وتعاونه مع النازي، فقدمته للمحاكمة بتهمة التعاون مع النازي. رودولف كاسنر فاجئهم وقال لهم: أنا يا جماعة شغال بتصريح من الوكالة اليهودية اللي هي أصبحت بعد كده دولة إسرائيل. بس رودولف كاسنر في جعبته الكثير من الأسرار، وما ينفعش يتكلم ويقول اللي عنده. علشان كده وهو ماشي في أحد شوارع الكيان اللي أسس أو اللي ساهم في تأسيسه، يتلقى جزاؤه بعد اللي عمله في أهله وناسه من يهود المجر، بإن رصاصة تغتاله في أحد شوارع إسرائيل. الحقيقة إن مش رودولف كاسنر بس اللي تم قتله، ولكن تم قتل إخمن رئيس الجستابو اللي اتفق معاه، لأن في الستينات إسرائيل وصلت لإخمن، كان مختفي تقريبا في الأرجنتين، وقبضوا عليه وقدموه للمحاكمة في إسرائيل وتم إعدامه علشان يموت الثنائي، لأن الثنائي ده في جعبته الكثير، فتموت القصة كلها معاه. ده كان حجم التعاون ما بين الحركة الصهيونية والألمان في أوروبا. طب بالنسبة لفلسطين اللي تحت الانتداب البريطاني، أكيد الوضع لازم يكون مختلف. فلسطين تحت الانتداب البريطاني، وبريطانيا في حرب مع ألمانيا. بريطانيا هي اللي ادت وعد بلفور وأسست الكيان فعليا، واليهود أسسوا فيلق يهودي بيحارب مع بريطانيا في الحرب العالمية الثانية. يعني المفروض العلاقة الألمانية الصهيونية داخل فلسطين الانتداب تكون مختلفة. في الحقيقة لا، تكتشف أن تاريخيا الصهاينة داخل فلسطين الانتداب كانوا بيتوسلوا للألمان علشان يتعاونوا معاهم ويساعدوهم في إقامة الكيان، في الوقت اللي كان فعليا الألمان بيبيدوا في المحرقة والهولوكوست يهود شرق أوروبا، سواء في المجر أو تشيكوسلوفاكيا أو بولندا. ففي الوقت اللي انتوا بتطلبوا التعاون وعايزين تتعاونوا مع ألمانيا، ألمانيا بتبيد إخواتكم اليهود. تعالوا نشوف القصة دي. لو انت شفت خطاب الرئيس السادات في الكنيست الإسرائيلي سنة 1977، هتلاقي رئيس السادات بيقول أو بيحيي رئيس الكنيست والسيدات والسادة. مين بقى رئيس الكنيست في الوقت ده؟ رئيس الكنيست في الوقت ده هو إسحاق شامير. إسحاق شامير، أو للدقة الإرهابي إسحاق شامير، هو أصبح رئيس وزراء إسرائيل لفترتين، من 83 ل 84 ومن 86 ل 92. إسحاق شامير كان رئيس لمنظمة صهيونية إرهابية اسمها شتيرن أو ليحي. سميت شتيرن نسبة لمؤسسها إبراهام شتيرن اللي قتلته بريطانيا بعد كده، وتولى رئاسة المنظمة إسحاق شامير. ليحي أو شتيرن كانت بتعتبر بريطانيا هي العدو وألمانيا هي الصديق، وكانت بيقوموا بعمليات إرهابية ضد بريطانيا، لأنهم شايفين إن بريطانيا اتأخرت في تسليمهم فلسطين لإقامة الكيان. علشان كده ابتدوا ينفذوا عمليات إرهابية، مش بس في حق العرب لتهجير الفلسطينيين، ولكن في حق البريطانيين أيضا. فقاموا مثلا باغتيال اللورد موين اللي هو وزير المستعمرات البريطاني في القاهرة، وتم إلقاء القبض على الاثنين منفذي العملية. وطبعا شتيرن هي اللي نفذوا، أو ليحي هم اللي نفذوا مذبحة دير ياسين المعروف. وقاموا أيضا باغتيال الكونت برنادوت اللي كان مبعوث الأمم المتحدة لفلسطين. وقاموا بكتير من العمليات الإرهابية في يافا وغيرها بهدف تهجير الفلسطينيين عن بعض المناطق، وإجبار بريطانيا على إنهاء الانتداب البريطاني. ولكن من عدة سنوات تم الكشف عن فضيحة لمنظمة ليحي أو شتيرن ورئيسها الإرهابي إسحاق شامير، وهي إن في عز ما هتلر كان بيبيد اليهود في ألمانيا وبينفذ ما عرف باسم الحل النهائي اللي هو إبادة اليهود في ألمانيا، قام شتيرن ورئيسها إسحاق شامير بالتواصل عبر وسطاء بألمانيا عن طريق سفارتها في تركيا، وقدموا اقتراح لا ينم إلا عن عقلية مريضة.
الاقتراح دوا بيقول إن اليهود أو الصهاينة على استعداد للقتال بجانب ألمانيا ضد البريطانيين في الشرق الأوسط، مقابل إن ألمانيا تساعدهم على تأسيس وطن قومي لليهود في فلسطين، وإن الدولة الجديدة دي ستندمج في النظام الجديد في أوروبا تحت رعاية الرايخ الثالث أو ألمانيا النازية. ويقال إن ألمانيا ردت عليهم بازدراء واحتقار. طبعا ألمانيا في عقل بالها بتقول يعني أنت يا حبيبي عايز تلعب على الوينجين، عايز تشكل فيلق يهودي للقتال بجانب بريطانيا، وفي نفس الوقت عايز تحارب معايا البريطانيين في الشرق الأوسط. طبعا التصرف ده أو الفضيحة دي اللي تم الكشف عنها بتبين لك كم الغدر والخيانة والمرض اللي في العقلية الصهيونية، ويفسر لك ازاي هم كانوا عايزين يبقوا مع بريطانيا ومع ألمانيا في نفس الوقت. ولما تبص دلوقتي هتلاقي ان إسرائيل اللي هي أكبر حليف لأمريكا على علاقة قوية ووطيدة أيضا بالصين، بل ان في كتير من الكلام ان إسرائيل بتقوم بتسريب أسرار عسكرية أمريكية إلى الصين. ده بينم عن كم الغدر والخيانة المتمكن من العقلية الصهيونية. في النهاية احنا حبينا من خلال الثلاث أجزاء دول نوضح حقيقة العلاقة ما بين ألمانيا وإسرائيل، وإن العلاقة ما بينهم مش علاقة عقدة ذنب بتحكم الدعم الألماني لإسرائيل، ولكنها علاقة ممتدة وتاريخية مليئة بالدعم. علاقة خلت جورج شتاينر المفكر اليهودي يقول إن إسرائيل المفروض تبني لهتلر تمثال في وسط تل أبيب، لأنه أكتر واحد ساعدهم في بناء الكيان الصهيوني. دعم ألماني مالي واقتصادي في كل المجالات لم يقف عند حد تأسيس الكيان، بل إن التعويضات الألمانية السخية بعد تأسيس الكيان الصهيوني كانت هي الأساس في إن الكيان الصهيوني يقف على رجله اقتصاديا. حتى الأسلحة اللي كانوا بيقتلون بيها في حروبنا المختلفة معاهم كانت معظمها أو كثير منها أسلحة ألمانية، لدرجة إن في حرب أكتوبر 73 الدولة الوحيدة اللي تجرأت وقامت بنقل الأسلحة مباشرة من أوروبا لإسرائيل كانت ألمانيا الغربية. هي الدولة الوحيدة اللي تحدت الحظر البترولي العربي ونقلت الأسلحة مباشرة لإسرائيل. فده بيوضح حجم الدعم الألماني لإسرائيل، دعم تاريخي. فنتمنى ان احنا نكون خلال الثلاث اجزاء دول وضحنا والقينا الضوء بشكل كبير على هذا الدعم اللي يخلينا نبقى فاهمين بشكل اكثر وضوح حقيقة التصريحات الألمانية والدعم الألماني وما وراءه. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.